فركش ثانويه عامه. فركش اولى طب. يعني الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله اللي وصلنا للدرجه دي، واللي خلاص خلينا نخلص على خير الحمد لله. افرحوا افرحوا جامد قوي، اعملوا بقى كل اللي انت عايزينه، ناموا كتير، افتحوا السوشيال ميديا، اعملوا اللي انت عايزينه بجد، يعني بجد اعمل اللي انت عايزه. خلاص يعني دي الاجازه بتاعتك، اعمل اللي انت عايزه فيها، ريح فيها خالص، انسى بقى الاحياء والفيزياء والكيمياء والعربي، كل حاجه انساها. وانا هنسى اللوكوموتر والانفكشن وكل حاجه، انا هنساها من دلوقتي اقسم بالله. الحمد لله كانت ايام بجد صعبه صعبه. الايام اللي فاتت كانت تقيله جدا جدا على كل المستويات، نفسيا وبدنيا وذهنيا وكل حاجه حرفيا كانت صعبه. فادعي كتير بقى، ادعي كتير قوي، ما تبطلش دعاء خالص، وانسى كل اللي فات حرفيا، وركز في ان انت بس تستمتع وتستجم كده وتستريح خالص. ما تفكرش في اي حاجه خالص، ولا كليه بقى ولا مجموع ولا اي حاجه. اقعد لك كده اسبوعين ثلاثه كده يا باشا، بص بص ملك، ما بتعملش اي حاجه، انت قاعد بس مريح، بتنام وتصحى تاكل وخلاص، ما بتعملش حاجه تاني. في شويه حاجات ممكن تعملها في اليوم، هتساعدك شويه في الكليه، وهتأهلك كويس، وهتخليك شخص يعني مثقف شويتين في الكليه، لان الكليه فيها حاجات كتير، مشاكل كتير صراحه، مش احسن حاجه. بس يعني استيل ايه، ريح يعني، ريح خالص، افصل خالص. انا حرفيا في اجازه الكليه دي يعني مش هعمل حاجه ترهقني ولا تعمل اي حاجه، انا هفضل ابص يعني، هريح دماغي خالص، عشان الواحد بجد فصل السنه دي خالص. فانا فاكر حتى يوم امتحان الاحياء بتاعنا، جيت كنت خلاص، كنت متدمر حرفيا بسبب التعب، كنت بجد تعبان جدا جدا. قعدت كنت قافل السوشيال ميديا كلها، كل الفيسبوك بقى والواتساب وكل حاجه كنت قافلها خالص، فتحتها بقى وشغلت كل حاجه. ورجعتها تاني. فاعمل اللي انت عايزه، افرح، اعمل بص، اعمل فرح في البيت بجد حرفيا. اهم حاجه نام كويس، نام كويس، نام كويس، عشان اللي جاي يعني. لما تيجي هتشوف بس ايه. اهم حاجه النوم بجد، ركز في النوم قوي، انك تنام كويس. وان شاء الله هحاول بقى الفتره الجايه ان شاء الله نعمل فيديو بقى عن الكليه وعن الحاجات المهمه اللي تعملها في الاجازه. اسمع بودكاست، اسمع بودكاست كتير قوي، نام واسمع بودكاست بس يعني، من دول. انا برضه هعمل حلقه ان شاء الله عن البودكاست اللي انت ممكن تسمعها، مهمه جدا باذن الله، حلقات يعني كويسه وجميله جدا، هتفيدكم جدا جدا على كل المستويات. بس اهم حاجه ليا رجاء صغير خالص، ان كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناه بجد، عشان خاطر ايه، عدد القناه مش كبير قوي، فعايزين القناه تكبر، عشان كل ما يكون العدد اكبر كل ما ده هيشجعني اكتر ان انا اعمل محتوى اكتر، وان انا اهتم بالمحتوى اكتر، واعمل محتوى قيم بجد. فيا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس، عشان خاطر ايه الفيديو الجاي باذن الله. ما تقلقوش ان شاء الله، الناس اللي هتفكر بقى في النتيجه والمجموع مش عارف ايه، ايه ده، مش دلوقتي. التنسيق ومش التنسيق ماشي، ممكن اعمل لكم فيديو ان شاء الله برضه عن التنسيق، هيقل ولا هيزيد يعني، في كلام عن الموضوع ده. بس ركز دلوقتي في انك تفرح وتنبسط، بص يعني اعمل اللي انت عايزه بقى، عايز تروح صيف روح صيف، عايز تخرج مع اصحابك روح اخرج مع اصحابك، العب كوره، العب بلاي ستيشن، اعمل اللي انت عايزه حرفيا. ما تحاولش ايه تحرم نفسك من اي حاجه بجد، عشان والله العظيم يعني فعلا الفرحه تستاهل. ايا كان بقى ايه اللي حصل، ايا كان بقى اديت كويس اديت وحش، وفقت او لم توفق، ما تزعلش والله العظيم يا اخي، ما حدش عارف ايه اللي بيحصل في النتيجه. وانا برضه هعمل لكم فيديو تاني عن انا توقعت كام وجبت كام، وده ما حدش يعرفه بجد، حتى غير اللي انا قلته بالمناسبه يعني، عشان في حاجات تفاصيل كتير. فمالكش دعوه باللي حصل، انسى اللي فات خالص، وركز بس في انك تستجم وتستريح وتفرح باللي حصل، بالنتيجه اللي هتيجي باذن الله، هتبقى يعني مفرحه ليك باذن الله. وبالنتيجه اللي انت عملتها، نتيجه ايه، نتيجه التعب ده كله، انك تفرح دلوقتي، التعب اللي انت عملته ده كله نتيجته انك تبقى فرحان مبسوط باللي انت عملته، مش بالنتيجه خالص والله العظيم. ف ادعي كتير، والحمد لله ان انت خلصت على خير الحمد لله، وانت شخص معافى في بدنك، عندك قوت يومك، فكان معك حاجات ليك الدنيا، فانت كل حاجه تقريبا عندك، فخلاص دنيا مش مستاهله والله العظيم. فافرح افرح وان شاء الله خير، ما تقلقوش والله العظيم يعني، الحياه مش مستاهله التعب والزعل ده كله. افرحوا على قد ما تقدروا، عشان خاطر اللي جاي مش هين يعني. انا جاي من المستقبل واقول لكم يعني. وان شاء الله خير، وان شاء الله استنوا فيديوهات جديده مهمه جدا وجميله باذن الله يعني، هتفيدكم. وفكر باذن الله، فكر بس، لو عملت اشتراك في القناه والاعداد زادت باذن الله، هحاول اعمل لكم سلسله عن الكليات، هحاول اجيب كده كل واحد يعني صاحب من كل كليه، يتكلم عن الكليه، بيدرس كام سنه، بياخد ايه في اول سنه، مستقبل الكليه عامل ازاي وهكذا. بس لو الاعداد زادت او الناس مهتمه يعني بالموضوع، واكتبوا لنا برضه في الكومنتات، واكتبوا لنا برضه نصايح 2026 اللي جايين، يشوفوا نصايحكم دي، واكتبوا لنا برضه خلاص السنه عايز تكتب، بص طلع طاقتك كلها في الكومنتات في الفيديو ده، اعمل اللي انت عايزه بجد. انا هسيب لكم كل حاجه اعملها انتوا براحتكم، وان شاء الله خير وربنا معاكم. سلام.